cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons, exploring the unknown cyber realm. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس AI Coding. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممتعة جدا في الذكاء الاصطناعي، وهي توليد النصوص جديدة باستخدام موديل GPT-2. تخيل معايا إنك بتكتب مقال أو محتوى وعايز الذكاء الاصطناعي يجاوب لك الكلام. النهاردة هنجرب ده عمليا. طيب عمرك فكرت تشات جي بي تي ده بيشتغل ازاي، وازاي بيعمل التكست جنريشن، وازاي بيرد عليا؟ كل الموضوع ان جي بي تي نفسه بيحاول يتوقع الكلمة اللي جاية اللي احنا بنقولها، وليكن مثلا هو عارف اني من مصر، وانا بسأله باللغة العربية فبقول له جمهورية مصر، فهو بيتوقع ان بقية الكلمة جمهورية مصر تكون العربية، وهكذا. هنا هنطبّق اللي إحنا قُلناه ده بشكل عملي، بس إحنا النهارده هنستخدم GPT-2، ده الmodel اللي إحنا هنعتمد عليه. طَب ليه GPT-2 مع إن إحنا دلوقتي وصلنا لGPT-4؟ لإن الموارد إحنا عارفين إن إحنا بنشتغل على Google Colab، وده طبعًا مجاني، وأنا شرحت لكم في أول يوم في أول حلقة إن وأنا شرحت لكم في أول حلقة إن سواء الGPU أو الCPU اللي إحنا بنستخدمه هو طبعًا مجاني، لكنه قصاد كده بيكون محدود شوية. أنا بس عايزة أوصّل لحضراتكم الفكرة. فهنطبّق النهارده على الmodel اللي هو GPT-2، ونشوف بقى إزاي بيقدر يتوقّع الكلمة اللي جاية، أو بيعمل لي text generation، أو يكلمني عن موضوع معيّن لو أنا بدأت بس هاقول له بعض الكلمات. طيب هل بقى إيه هو عدد الكلمات مثلًا اللي ممكن يكلمني بيه؟ إحنا هنا مثلًا ممكن نجرّب على 60 token أو 80 token. وإيه هو الtoken بقى أصلًا؟ علشان يعني مجازًا أحيانًا بنقول عليها الكلمة، لكن عشان يعني أوضّح لحضراتكم، الtoken ده خلّينا نقول يعني المسافة دي token، ال I دي token، وهكذا. لو أنت بتشتري API وبتكلم بيه الموديل بتتحاسب بحاجة اسمها الtoken، يعني ليك عدد معين بتتحاسب بيه، عشان كده حتى المسافة بتكون محسوبة عليك. فالنهارده هنجرب مثلًا على 60 token أو 80 token، وبرضه ده علشان أوصّل لحضراتكم الفكرة. يالّا بينا نشوف الكود. السطر ده بيحدد الموديل اللي هنستخدمه، وهو موديل اسمه GPT-2، ودي من أوائل الموديلات اللي اتشهرت في توليد النصوص. والموديل ده معمول من شركة OpenAI. وطبعا زي ما شرحنا قبل كده، لو عاوزين نحصل على أي موديل بنروح على موقع هاجينج فيسز، وبنعمل سيرش على اسم الموديل اللي احنا محتاجينه، أو على الفانكشن اللي احنا عايزين ننفذها بالموديل دوت، ولتكن مثلا تكست كلاسيفيكيشن أو غيره. وبناءً عليه بنختار الموديل اللي إحنا محتاجينه، وبنرجع نعمل له paste هنا في default model يساوي، وبنكتب اسم الموديل. هنا بنستخدم pipeline عشان نحضّر الموديل لعملية توليد النصوص. بنقول له أنا عاوزك تكون جاهز تستقبل أي جملة وتكملها بشكل ذكي. طيب بعد كده هنا في الprompt هنقول إيه الجملة اللي عايزين الموديل يكملها. بنقول له مثلًا القاهرة مشهورة أكل، أو تعملها على صيغة سؤال، إيه الحاجة اللي مشهورة بيها مصر؟ وهكذا. هنا بنبعت الجملة للموديل وبنقول له كمّلها، بس بحد أقصى مثلًا 30 كلمة، 50 كلمة، 80 كلمة، حسب الرقم اللي أنت يعني عدد الكلمات اللي أنت عاوز تكمّل بيه النص. عشان ما نطوّلش أكتر من اللازم، النتيجة بترجع لنا في شكل قايمة فيها جملة كاملة زي كده، واللي جوّه الtext generated دي هو الكلام اللي الموديل كتبه بنفسه. طيب الموديل ده بيستخدم في إيه؟ استخدامات الموديل ده كتيرة جدًا، زي توليد المقالات، مساعدتك في كتابة إعلانات، أو حتى تأليف قصص. جرّب الكود ده على جوجل كولاب وشوف الموديل هيكتب لك إيه، وقُل لي في الكومنتات لو عاوز نتعلم حاجة جديدة. أنا إيمان علي، ودي Cyber Talks.